ريال مدريد يحذر كريم بنزيما. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل أنت مع عودة كريم بنزيما لمعسكر المنتخب الفرنسي؟ شاركونا بالتعليقات. يشعر ريال مدريد بقلق بالغ من أمر عودة لاعبه كريم بنزيما للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب فرنسا. وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن استبعاد بنزيما من المشاركة في المونديال بسبب الإصابة، لكن زعمت أنباء مؤخرا بأن اللاعب يسعد للعودة إلى قطر، خاصة أنه لا يزال مقيدا بقائمة الديوك. ووفقا لصحيفة سبورت، فإن أنباء عودة بنزيما إلى قطر تثير قلق ريال مدريد، خاصة أنه لا يزال يتعافى من التمزق الذي عانى منه في عضلات الفخذ. وأشارت إلى أن أنباء عودة بنزيما لم تلقى استحسان ريال مدريد، حيث ترى الخدمات الطبية في الملكية أن هذا الأمر جنوني للغاية. ويرغب أطباء ريال مدريد أن يستبعد بنزيما فكرة المشاركة في المونديال المراسي والتركيز على عملية التعافي فقط. ووضعت أن بنزيما يواجه خطر الانتكاس مجددا إذا قرر العودة بعد سلسلة من الإصابات بدأت في 6 من سبتمبر الماضي، عندما تعرض لإصابة ضد سلتيك في دوري الأبطال. وحسم كريم بنزيما نجم ريال مدريد الجدل المثار بشأن إمكانية عودته لصفوف منتخب فرنسا لاستكمال منافسات كأس العالم. ونقلت شبكة راديو مونت كارلو مقطع فيديو لوصول بنزيما إلى جزيرة رينيون الفرنسية صباح اليوم ليقضي إجازة لمدة أسبوع. وأضافت أن بنزيما قام بسجار منزل في الجزيرة التي تقع في المحيط الهندي، وسيبقى هناك رفقة بعض أقربائه. وأشارت إلى أن رحلة بنزيما لهذه الجزيرة الهادئة وضعت حدا للشائعات التي أطلقتها الصحافة بأن اللاعب سيشارك في تدريبات ريال مدريد خلال أيام، وكذلك إمكانية عودته إلى قطر لاستكمال المونديال. وأكدت الشبكة الفرنسية: لا يزال بنزيما مدرجا في قائمة المنتخب الفرنسي، ويمكن للمدرب ديشامب أن يستدعيه مجددا، لكن الفرصة ضئيلة في ظل تبقي أقل من 3 أيام على المباراة النهائية لكأس العالم. وغادر بنزيما معسكر منتخب فرنسا قبل مباراته الأولى ضد أستراليا بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، علما بأن الديوك تأهلوا لدور الثاني من المونديال قبل ختام دور المجموعات. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.